أجمل ما في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في الجنة فيسمعون منادي: يا أهل الجنة إن الرحمن يستزيركم فحي على زيارة الرحمن. الله سبحانه وتعالى يطلبكم أنكم تزورونه، فحي على زيارة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيركبون فيصعدون ويصعدون 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 فينصب الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينصب حول الكرسي منابر من ذهب ومنابر من فضة ومنابر من نور، وأدناهم وليس فيهم داني من يجلس على كثبان من المسك. تخيل جالسين حوالين الكرسي منابر وجالسين عليها، أهل الجنة جالسين عليها. يقول النبي: فبينما هم كذلك فإذا بنور أقبل عليهم من فوقهم. نور الله تبارك وتعالى. الله أكبر. شوف اللحظة شلون عجيبة وجميلة جدا. بعدين شنو يصير؟ اسمع. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بنور أقبل عليهم من فوقهم فيسمعون: يا أهل الجنة سلام عليكم. من اللي يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: سلام عليكم. أنت متخيل اللحظة اللي تسمع فيها صوت الله سبحانه وتعالى وهو يقول لك سلام عليكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول أهل الجنة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأبعدتنا عن النار. فيقول: بقي شيء يا أهل الجنة. فيقولون: وما هو؟ فيقول: أن أرضى عليكم ولا أسخط عنكم بعدها أبدا. سلوني يا أهل الجنة، اطلبوا شنو تبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون أهل الجنة كلهم يجتمعون فيتفقون على كلمة. شنو هذه الكلمة؟ أعظم كلمة. يتفقون على كلمة: أرنا وجهك ننظر إليه. الله أكبر. أرنا وجهك ننظر إليه. هذا طلب أهل الجنة بالإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتكشف الحجب فينظرون إلى الله فما أعطوا لذة منذ خلقوا أحب من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. متخيل اللحظة اللي عينك تشوف فيها وجه الله سبحانه وتعالى؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. يرون الله أهل الجنة، يرون الله. في أكثر من هذا؟ في أكثر من هذا. شنو أكثر من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منهم رجل إلا وسيحاضره ربه محاضرة. يعني شنو يحاضره ربه محاضرة؟ يعني بينه وبين ربه، ويرى الله سبحانه وتعالى ويكلمها الله ويكلم الله سبحانه وتعالى. أنت متخيل النعيم؟ أنت متخيل اللذة ايش كثرها؟ تخيل احنا نتكلم كلام فقط، إلى الآن ما عشنا هذه الأحداث. شوف شلون نسينا الدنيا ونسينا ذنوب الدنيا وشهوات الدنيا. انت شايف ايش كثر الدنيا حقيرة؟ يعني مجرد ما نتكلم عن هذه الأمور في الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى طلعنا عن الدنيا وبدينا نفكر هناك في الآخرة. يا جماعة والله دارنا الحقيقية هي الآخرة. فما يصير أن نغفل عن هذه الدار وهذا النعيم المقيم في دنيا فانية. ما يصير أن نغفل عن حياة أبدية لا نهاية فيها إلى حياة تنتهي الله أعلم متى راح تنتهي. منوطة في عمرك فقط، إذا انتهى عمرك انتهت حياتك. متخيل هذا المشهد؟ يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بعدها: يا أهل الجنة اسألوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألون ويعطيهم الله حتى تنقطع فيهم المسائل. يعني كل شيء يسألونه، لكن في أشياء هم كانوا يبونها في الدنيا لكن نسوها، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي نسيت أن تتمنى كذا. فيقول: نعم يا رب كذا. ويقول له الله سبحانه وتعالى: ونسيت أن تتمنى كذا. فيقول: نعم يا رب. ويعطيه الله سبحانه وتعالى ويعطيه. ما أعظم الله وما أجل الله وما أكرم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في أعلى جنان الخلد، وأن يكرمني وإياكم في رؤية وجه الله تبارك وتعالى. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. السلام عليكم.